السلام عليكم البنات، كنتمنى ان شاء الله تكونوا لاباس وبصحه جيده يا ربي امين. اليوم ان شاء الله غنصايبوا شبكيه كتجي غزاله ومورقه وهشيشه. كنتمنى ان شاء الله تعجبكم. نبداو بالمقادير باذن الله. غنحتاجو في الشبكيه دقيق، كيلو ديال الدقيق، بيضه، كاس ما الزهر فيه الزعفران زغبه، كاس ديال الزيت، كاس ديال الزبده دايبه، ربع كاس ديال الخل، كاس الجلجلان مطحون، كاس اللوز مطحون مع معلقه ديال السكر باش يجي معلك، شويه الملحه، شويه الكوزه محكوكه، معلقه ديال القرفه، نص كاس ديال حبه حلاوه، مسكه حره مدقوقه، معلقه كبيره ديال النافع، شويه الماء باش ما نكثروش بزاف، فاش خاص العجينه ما تجيناش رطبه. نبداو على بركة الله. نحطو اول حاجة مليحة، ونبداو نحطو في المقادير المطحونة، ونغربلو اللوز. غربلناه مع معلقة ديال طحناه مع معلقة ديال السنيدة باش يجينا معلك. ونبداو نحطو القرفة وحبة حلاوة والنافع، ونغربلو فاش العجينة ديالتنا ما تقطعش لينا، يكون كل شيء مغربل ورقيق. حتى لا ما غربلناهمش يعني غيبقاو دوك الحبيبات، والعجينه ديالنا ملي غنديروها في الماكينه ولا ملي بالمدلك غادا تقطع. حتى في التوريق تجينا صعيبه، داكشي علاش خاصها كل شيء يكون مغربل. حتى الدقيق، الطحين في الاول خاصو حتى هو يكون مغربل. حتى هذا من سر النجاح ديال الشبكيه، كلشي يكون منيل. ونخلطو مزيان. دابا غنديرو الماء الزهر والبيض والزبده، الزيت، قرفه، كيس ديال الخميره ديال الحلوى. الا بغيتو ديرو شويه خميره الخبز ديروا الرويز ديال خميره الخبز. و الماء الزهر اللي درنا فيه الزعفران، ونخلطو كلشي. نخلطو حتى العناصر كلها، ومن بعد هذيك الساعه غنبداو نزيدو بالماء شويه بشويه. هي تجمعات لينا، نقسموها على جوج، ومن بعد نقسموها على 4. نديروها كريبات، ونديروها في الكيس، في الميكا ولا في الكيس. كاين اللي كيبيتو شبكيه، كاين اللي كيبيت شبكيه في الكيس وفي الاخر كيصايبوها، ولا يخلطوها والغد كيزيدوا عليها البيض على حساب. دابا ها هي كملناها. نبداو نحلو بالمدلك في الاول، ونلويو. هذا هو السر ديال النجاح ديال الشبكيه، باش كتجي معلكه وكتجي خفيفه ومورقه. ها هي نحلو مزيان. دائما كنديروا الميكا باش تجينا مقاده. ندلكو ونلويو ونحطو في الميكا وناخدو وحده.
نكملو بحال هكذا. انا بغيت نبقى غادا معكم بالديتاي. هكا نلويو، ندير عاوتاني في الميكا حتى نكملو هادوك الربعه ديالتنا. ها هي هذيك اللي حلينا ولوينا ثاني نسرحوها مزيان. وشوفوا هادي مزيان كيفاش غنديروا ليها. شوفوا ندلكو، هذا هو السر. كيجينا شبكيه مورقه، يعني ما كتجيناش معجنه. هي كتكون فيها الخدمه شويه، ولكن النتيجه كتجي زوينه. يعني بلا ما نديروها خبزه ونبداو ندلكو يعني كتجينا بحال هكا الطريقه مزيانه. نديرو على 4، نديرو في الماكينه. كنورقوا المره الاولى غليظ والمره الثانيه حتى نخرجوها في الواحد. وشوفوا هاد الجرارات اللي خرجوا دابا نقطعها، كتجي غادا مقاده القطع ديالنا وما كيضيع والو. شوف هي كدير عباره بحال هكا، شفتوا معايا؟ يعني غزاله هاد القطاعه. ونبداو نشبكو. الشباك تبارك الله راه فيه بزاف بزاف ديال الشباك. ناخذ وحده الثانيه والثالثه ونحطو ونلصقو الريوس. هانتو الاولى، الثانيه، الثالثه، خامسه، الاخيره. ونلصقو الريوس الاول والاخر ونحطو ونشدو الريوس باش تجينا مقاده. كنتمنى تكون واضح لكم. هانتو الاول، الثاني نهبطوه، الثالث، الرابع لا الخامس. صافي نهبطو الاخر ونلاصقو مع الثالث. الراس والراس نلاصقوهم وندخلهم لتحت ونحطو في الطابله ونلصقو الجناب. صافي حتى نكملو كلشي عاد باش نبداو نقليو. يعني ما تقليوش بالحاجه حتى تكملوا كلشي تشباك. صافي وتبداو تقليو في الزيت، خاصو تكون عامر الزيت. ونبداو نقلبو بشويه بشويه ونحطو في العسل. والعسل خاصو يكون بارد، ما يكونش العسل سخون. يعني انا كنت بالتدقيق، يعني ايطاب، مرحله بمرحله، مرحله بمرحله حتى للاخير. يعني غتنجح معاكم، تبعوا غير هاد الطريقه وتنجح. صافي والعسل كيف ما قلت لكم العسل خاصو يكون بارد. ونبداو نحطو فيه شبكيه تاع السل ونرميو رميه واحده اخرى ونحيدو شبكيه فاش يمشي داكشي بالتدقيق. ونبداو نعسلو العسل ونحطوه. ملي تحسوا بان العسل راه جرى زيدوا عليه العسل. صافي وغطسوها مزيان تتشرب مزيان العسل باش تجي معسله. والعسل كيف ما درنا الطريقه ديال العسل غادي نخلي لكم في صندوق الوصف، وراه تبعوا الطريقه غتنجح لكم 100% البنات. شبكيه بقاو ديما تهزوا العسل وتحطوه. صافي ملي تحسوا بان القليه الاخرى راه بدات كتطيب هزوا الشبكيه وحطوها تقطر
في كسكاس ولا في شبكه. ودائما العسل اللي كيشد راه كنعاودو نستعملوه، حتى حاجه ما كتضيع. يعني شفتوا شحال كتبقى انها تبقى كتشرب مزيان العسل، مزيان مزيان. صافي، وكنبداو نهزو ونحطو في الكسكاس. يعني الا حطينا شباكيه وهزيناها راه ما كتشربش العسل، دغيا كتنشف. كنتمنى البنات يعجبكم الفيديو، ولا عجبكم بارطاجيوه مع صحابكم وحبابكم. وكنتمنى لكم رمضان مبارك سعيد، وكنتمنى الشباكيه ديال سهام الاخت ديالي تعجبكم. تحياتي لكم جميعا، ورمضان مبارك سعيد. مع السلامه.